أسأل عن زمان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان تزوج عائشة رضي الله عنها. هلأ هي كانت كتير صغيرة وقتها وكان عمرها 9 سنين. هي طبعا أكيد إذا الرسول حكى إنه عادي وكان هنيك بأيام الجاهلية عادي، بس أنا بحس إنه هي كتير صغيرة، كانت 9 سنين. طيب هذا هو سؤالك؟ نعم. طيب، أولا المغالطة التي وقعت فيها يا أخت أنك قارنت ما ترينها اليوم عمرها 9 سنين في الابتدائية في المدارس تلعب، تظنين هي نفسها الفتاة قبل 14 قرن بنفس الهيئة وبنفس الشكل، وفي الواقع هذا خطأ، لأن السيدة عائشة بنفسها هي التي قالت ذلك بنفسها، كما روى البيهقي في السنن والترمذي في السنن، قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يعني السيدة عائشة تصف من كان عمرها 9 سنين في ذلك الوقت قبل أكثر من 14 قرنا، تصفها امرأة وليست طفلة، تصفها امرأة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، السيدة عائشة أصلا كانت مخطوبة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مخطوبة لرجل اسمه الجبير بن مطعم، لكن فسخت هذه الخطوبة. ثالثا، هذا الزواج لو كان به أي عيب لاستغله كفار قريش واليهود والنصارى في ذلك الوقت. فاليهود والنصارى وكفار قريش في ذلك الوقت كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأي تهمة ليحاولوا التقليل منه والطعن فيه. اتهموه بأنه ساحر وشاعر وكاهن إلى آخره، وكلها تهم باطلة. لكن ما تجرأ أحد منهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: زواجك من السيدة عائشة خاطئ. ما تجرأ أحد وقال ذلك. لماذا؟ لأنهم يدركون تماما أن هذا السن الطبيعي للزواج في ذلك الوقت. كن النساء يتزوجن في هذا العمر في ذلك الوقت. لا تقارنيني ذلك الزمان بهذا الزمن. إن النساء اليوم يتزوجن في عمر 30 35، في عمر 25 في هذا الوقت. رابعا، نحن لماذا نذهب بعيدا؟ نحن لو رجعنا بالزمن إلى الوراء، تحديدا زمن أمهاتنا وجداتنا، سنجد أن هذا العمر أمرا طبيعيا جدا. أنت لو تسألين جدتك أو معارفك الذين عندهم جدات في الخمسينات وفي الستينات، سيقولون لك: جداتنا تزوجنا في عمر 11، في عمر 12، في عمر 13. وهذا الكلام قبل 100 سنة أو أقل، ليس 1400 سنة، قبل 100 سنة فقط. بل إحدى الأخوات اتصلت بي قبل فترة، تزوجت في عام 2004، عمرها 14 سنة، في عام 2004 هذا الكلام. تمام؟ فبالتالي الأمر ليس مستبعدا، ليس مستبعدا أن يكون في زواج في هذا العمر. أنا تحديدا جدتي لأبي تزوجت في الخمسينات في عمر 11 سنة. أمي تزوجت في الثمانينات في عمر 13 سنة. وهذه مش حالة فردية، هذه الحالة العامة أصلا كانت. هذا هو الغالب والأعم، هذا هو الغالب والأعم. تتزوج النساء في هذا العمر، ما فيش إشكال في هذا أبدا. لذلك الفقهاء لم يضعوا العمر يعني شرط من شروط الزواج. لماذا؟ لأن العمر يبقى مجرد رقم. العمر مجرد رقم. أنا ممكن أن أتيك بفتاة عمرها 14 سنة، لكن عقلها يزن بلد ومؤهلة للزواج من جميع النواحي، وعمرها 14 في هذا الوقت، في هذا الزمان. وممكن أن أتيك بامرأة تبلغ من العمر 30 سنة، لا عقل ولا جسد ولا الناحية الصحية ولا النفسية يؤهلها للزواج. وممكن أجيب لك فتاة في عمر 14 مؤهلة للزواج من جميع النواحي، وفتاة أخرى عمرها 14 يظهر شكلها كأن عمرها 6 سنين أو 5 سنين.
يعني البنية الجسدية والعقلية والنفسية لا ترتبط بعمر معين، لا ترتبط بعمر معين. فلذلك السيدة عائشة نعم كان عمرها 9 سنين، لكن كانت امرأة، كانت بالغة، كانت مؤهلة للزواج. وإلا عقلا هكذا، يعني السيدة عائشة ما كانت يعني مقطوعة من شجرة، كان لها أب، كانت لها أم، لها عشيرة وقبيلة وإخوة وأخوات. هل كل هؤلاء سيرضون بإلحاق الضرر بها لو كانت غير مؤهلة للزواج؟ ما قبلوا بزواجها إلا لعلمهم أنها مؤهلة لذلك. أصلا هل السيدة عائشة بنفسها اشتكت من هذا الزواج؟ يعني لو كان هذا الزواج ألحق بها الضرر، لماذا لم تشتكي السيدة عائشة من هذا؟ بالعكس، كانت تفتخر بهذا الزواج وتعتز بهذا الزواج، وكانت سعيدة من الناحية النفسية، وكان عقلها يعني يزن بلد، وكانت فقيهة، ومن الناحية الجسدية لم يصبها أي ضرر. فأين الشبهة في الموضوع أساسا؟ إذا على النصارى، فالنصارى عندهم النبي إسحاق في كتابهم في سفر التكوين عمره 40 سنة، النصارى واليهود عندهم النبي إسحاق في سفر التكوين عمره 40 سنة، تزوج واحدة اسمها رفقة وعمرها 3 سنين. وهذا موجود في كتب اليهود وموجود في سفر التكوين عند النصارى واليهود. النصارى يعتقدون أن مريم العذراء خطبها يوسف النجار، وكان عمر يوسف النجار 94 سنة وهي كان عمرها 12 سنة. أنا ممكن أن أتيك الآن بملكات وأميرات عبر التاريخ، أميرات في إسبانيا وأميرات في فرنسا عبر التاريخ تزوجنا في عمر 8 و9 و10 و11. ملكات تزوجنا في هذا العمر، ملكات في بريطانيا، في إسبانيا، في فرنسا. هذا هو كان السائد والعام والغالب عند الناس. في وقت من الأوقات في صعيد مصر، في بعض المناطق في سوريا وعندنا في ليبيا وكذا، كانت المرأة الفتاة في وقت من الأوقات، الفتاة إذا بلغت 16 عاما ولم تتزوج تعتبر عانس. تصوري؟ أي في بعض المناطق في صعيد مصر وعندنا في ليبيا وفي سوريا وكذا، إذا بلغت هذا العمر وما تزوجت يعدونها عانس، لأن عندهم الزواج من بين 11 12 13 14. هذا كان سائدا في كثير من المجتمعات لفترة طويلة، وكان هذا هو العام والغالب أساسا. لكن لأن اليوم نحن مستغربين من الأمر، عشان أوروبا فرضت الزواج بعد السن 18. يعني لو واحدة عمرها 17 سنة و11 شهرا، لا 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 لا، أنت ما تصلحيش للزواج، بس زيادة شهر بس أخرى أنت تصلح للزواج. عبث، هذا عبث بمعنى الكلمة حقيقة. يعني هذا الشهر هو اللي اختلف خلاص في حياتها، صار أهلها عقليا ونفسيا وجسديا خلاها تعرف تتزوج مثلا. فبالتالي الأمر ببساطة يعني وبالمناسبة الغرب اليوم يحدد سنا للزواج، لكنه لا يمنع من الزنا تحت هذا العمر. اليوم يعني في فيديو مشهور جدا لرجل كان يجري لقاءات في الشارع مع بعض الفتيات ويسألهن: أنت فقدت عذريتك في عمر كم؟ وأنت فقدت عذريتك في عمر كم؟ سأل حوالي 20 فتاة، أقل واحدة أو أكثر واحدة فقدت عذريتها في عمر 14. هذه الكبيرة فيها، هذه الكبيرة 14. معناتها الباقي إيش وضعهم؟ في اللي 13 وفي اللي 12 وفي كذا. في قانون غربي منعهن من هذا؟ ما فيش. الغرب بس يعني يحصرك في الزواج فقط، لكن في الزنا خذ راحتك. إن شاء الله حتى حاب تتزوج حاب تزني في عمر 11 وعمر 12 خذ راحتك، ما عندهمش أي مشكلة. بس في الزواج يضيقون، لأن من الآخر في حرب على الزواج. هم يريدون منع الزواج والتضييق على الزواج بأي طريقة. لذلك اليوم في الغرب أساسا حتى الزواج يعني صار شبه منعدم. قليل جدا من يتزوج اليوم في الغرب، كل الحكاية ماشية بوي فريند، لأن في حرب على الزواج ويريدون نقل ذلك لأمتنا. على فكرة
يريدون هذا الأمر، يقول لك مساكنة ما مساكنة ومش عارف. مساكنة يعني زنا باختصار، زنا باختصار. بس إيش أنتم عارفين في هذا الزمان في حرب على المصطلحات. ما يقولكش شواذ، مثليين. ما يقولكش مثلا ربا، فوائد. ما يقولكش خمر، مشروبات روحية، ويسكي. ما يقولكش زنا، مساكنة، عشان يلطف لك الجو. ولما تشوف انت المصطلح هكذا خلاص المصطلح عادي يا جماعة، مساكنة، فوائد، كذا. يشيل لك المصطلح الشرعي اللي انت اصلا تستقبحه، ويحط لك مصطلح هكذا كيوت عشان تتقبل الموضوع، لكن انت وقعت في نفس الفعل، وقعت في نفس الفعل. فنحن اليوم في زمن الحرب على المصطلحات. لا هم اسمهم شواذ، ما اسمهمش مثليين. شو مثليين يعني؟ انا مثلي ومثلك هكذا، بناكل طبيعي، بنشرب طبيعي، كذا. ما هي كلمة مثلي هذه تفيد، يعني تعطيهم قداسة وتعطيهم ان هم ماشيين طبيعي. لا هم مش ماشيين طبيعي، هم ماشيين انحراف، ماشيين بشكل منحرف، بشكل معاكس للفطرة. لذلك هم بيكرهوا كلمة شواذ، يريدوا أن يرسخوا في ذهن الناس لا مش شواذ، مثليين. عشان هي كلمة مثليين يعني عادي، أنت مثلي وأنا مثلك وأنا كذا، اللي نحن بناكل زي بعضنا، بنشرب زي بعضنا، بنشعر زي شعور بعضنا، عادي. أخذوا هذه الكلمة وأسقطوها عليهم هم، عشان إيش؟ يطفئوا نور القداسة عليهم والقبول بين الناس. فلذلك يقول لك لا ما تقولش فعل قوم لوط، ما تقولش شواذ، ما تقولش، حتى تتقبل الموضوع. نفس الشيء في موضوع الربا، يقول لك فوائد، ما انت جيب الفوائد والربا، ما فيش فرق، هو لان فوائد هنا ربا اساسا. طلع لك الان مصطلح جديد، مساكنه، اللي طلع بها شحرور المجرم هذا، اشعل الله في قبره النار. شحرور المجرم هذا الماركسي، هذا الملحد اللي يتظاهر انه على اساس يعني ايش؟ منكر للسنه، وهو اصلا متجاوز حتى مساله منكر للسنه. شحرور هذا هو والشحرير الصغار اللي طالعين على نفس منهجه. فهذا هو الامر، والله تعالى اعلم.